اهلا بيكم في فيلم جديد من قناة فيلم في السهرة. بيبدأ فيلمنا بويل برايد، وده بيكون ضابط في الجيش، وبنشوفه وهو بيتدرب مع مجموعة من الجنود على القتال. وبيكون ويل برايد انهزم من طالبان الداعشية، وبيحاول يتفادى الهزيمة دي ويستعد للمعركة الجاية. كمان بيترقى في الجيش وبتكبر مسؤولياته وواجباته. بعدها بيسافر ويل برايد على افغانستان. في المطار بيقابل العريف هانسام، وده بيكون القائد بتاعه في عمليتهم في افغانستان. بيوصلوا افغانستان وبيركبوا عربيه وبيروحوا بعدها للسفاره، وهناك بيشوفوا على البوابه ناس محتجين ضد وجود الامريكان في بلدهم افغانستان. وبيلاحظ ويل برايد واحد وسطهم لابس اسود وشكله غريب جدا، ولما بينزلوا بيعرف هانسام الضابط محمد لويل برايد، وبيعرفوا انه اكتر واحد بيعتمد عليه وهيساعدهم في مهمتهم. وبيدخل للسفاره وبيتعرف على زمايله الموجودين فيها. بعدها بيروح يقابل القائد كريس، واللي بيكون معجب بانجازات ويل برايد، وبينصحه يكون علاقات عامه لانه وجهه امريكا هنا. بعدها بيروح ويل برايد مع باقي الجنود المعسكر اللي هيباتوا فيه، وهناك بيشوف اوليفيا، ودي بتكون المنظمه ليهم، وبيكون ويل برايد معجب بيها، بس هي طباعها حاده، وبيحذروا هانسام ما يحاولش معاها لانها مش سهله. وبيشوف بعدها سفير امريكا وهو بيدي للاطفال محاضره، وبيتودد السفير لويل برايد عشان يكسب ثقته. لما بيدخل المكان اللي هينام فيه بيتكلم مع اصحابه، وكل واحد بيقول له ايه احسن حاجه عجبتهم هنا في المكان. تاني يوم بيكون ويل برايد بيتدرب مع باقي الجنود، وبيسألوا واحد فيهم عن سر وجوده هنا، فبيقول له انه في البلد ومستعد يضحي علشانها. وبيكمل كلامه وبيقول عشان اثبت نفسي هنا في المكان واكون الافضل. وبيبداوا تدريب تحت قياده كريس، لكن بيتعارك ويل برايد مع واحد من زمايله، وبيقول لهم كريس انهم هيمثلوا وكأن في ملثمين بيقتحموا السفاره عشان يوصلوا للسفير، ولازم نمنعهم من كده. بيبدأوا في التدريب، لكن بيتحرك ويل برايد من مكانه، وده بيسبب إصابة واحد من زمايله، وبينزعجوا منه وبيقول له كريس إنه لازم يستمع للأوامر بتاعة القائد بعد كده، وما يمشيش من دماغه تاني، لأنه بالشكل ده هيتسبب في خسارة أرواح اللي حواليه. بعدها بيطلع الجنود على سطح السفارة وبيراقبوا المتظاهرين اللي تحت العمارة، لكن بيلاحظ ويل برايد نفس الشخص اللي شافه أول مرة لما وصل للسفارة، وبينزل وبيبحث عن قاعدة البيانات التابعة للسفارة واللي بيكون فيها المجرمين اللي متواجدين في المكان. وبيشوف نفس الراجل اللي شافه، وبيعرف ان اسمه خالد الاسيري. ولما بيروح يعرف القائد كريس بيكون مش مهتم بكلامه، وبيقول له لازم يكون معاه دليل قوي. وبيخرج بعدها ويل برايد مع هانسام بالعربيه، وبيقول له ويل برايد انه حاسس ان في حاجه غلط، لكن فجاه بيجي ملثمين وبينزلوا من العربيه وبيخطفوا ويل برايد، وبنعرف ان القائد هو اللي خطفه، وكان قاصد يعمل كده في الفصل ده، لكن ويل برايد خبى عليه ماضيه قبل ما يجي لافغانستان، وانه تعرض لتهديدات من داعش. وبيكمل القائد كريس وبيقول له انه عارف عنه كل حاجه وعن ماضيه، وانه كان بينضرب وبيتظلم كتير، وبيقول له القائد انه عاوز يساعده ويكون افضل من كده. بعدها بتروح اوليفيا لويل برايد وبتوري له صوره خالد الاسيري، وبتقول له انه ارهابي وزعيم حمله ارهابيه كبيره هنا، وانه تسبب في قتل اكتر من 60 طفل بريء، عشان كده محدش هيصدقه انه شافه عند باب السفاره، لانه مات من اسبوعين في انفجار طياره بدون طيار. تاني يوم بنشوف عربيه ماشيه جنب السفاره لكن بتعطل، وبيقول ويل برايد لمحمد يروح يشوف العربيه دي فيها ايه، لكن بيلاحظ ويل برايد ان خالد الاسيري قاعد قصاد العربيه. واول ما بيقرب محمد من الراجل ده بيتكلم خالد الاسيري في الجهاز اللاسلكي، وبيحس ويل برايد انهم مخططين لكارثه، وبيجري بسرعه عشان يمنع محمد وباقي الجنود انهم يقربوا من العربيه، لكن مش بيلحق، وبيلاقي خالد الاسيري وباقي رجالته ماسكين بنادق وبيضربوا نار على جنود السفاره، وبيكون في العربيه قنبله وبتنفجر عند باب السفاره. وبيدخل خالد ورجالته للمبنى بعد ما بيقتلوا القناص اللي تابع للسفاره واللي كان معطل دخولهم ليها، وبسرعه بيأمر القائد كريس انهم يخلوا المبنى، لكن في الاول يحرقوا كل الاوراق والمستندات المهمه ويقفلوا اجهزه الكمبيوتر. وبيدخل خالد الاسيري وباقي طالبان وبيقتلوا 3 من جنود السفاره، وبيزرعوا متفجرات في كل مكان في السفاره، وبيستخبى بقيه العملاء اللي في السفاره، وبيكون جنود طالبان بيجروا ورا ويل برايد عشان يقتلوه، لكن بيتصدى ليهم النقيب كريس وبيقول لويل برايد انه كان عنده حق لما قال ان خالد الاسيري لسه عايش. وبنشوف اوليفيا وهي بتحرق باقي المستندات، وبيتجمعوا كلهم عشان يهربوا من السفاره، وبيسال النقيب كريس عن النقيب ديكريت لانه هيمسك مكانه، وبيعرفوا واحد من القاده انه تعبان ومش هيقدر يجي. وبيكون باقي جنود الامريكان عند كاميرات المراقبه وبيراقبوا باقي المبنى، وبيكونوا معتقلين واحد من جماعه طالبان الداعشيه واسمه جمال الاسيري. وبيسالوا النقيب كريس عن خالد، وبيقول له انه بيكون اخوه وانه جاي ينتقم منهم لانهم اتهجموا على عيلته وقتلوهم. وبيشوف قائد من قوات الامريكان الارهابيين وهم في الدور الاول، وبيظهر انه بيدور على حاجه. في نفس الوقت بيكون القائد كريس بيرن على الطياره الهليكوبتر واللي هتجيب لهم الامدادات، لكن قائد الطياره بيقول لهم انهم قدامهم ساعه ويوصلوا، وبيقول لهم الضابط محمد انه قتل الارهابيين اللي كانوا محتلين البوابه. وبيبص خالد الاسيري للكاميرا وبيكلمهم وبيقول لهم انهم دلوقتي مفكرينه ارهابي وعدو، لكن هم الاعداء الحقيقيين اللي نهبوا ارضهم. وبيكمل كلامه وبيقول لهم انهم هينتقموا منهم كلهم وهيخرجوهم من بلادهم، وكمان هيقتل اخوه جمال لان الامريكان غيروا من تفكيره، وهو دلوقتي في نظر عيلته ميت لحد ما موته بنفسي.
وبعدها بيتقسم الجنود وبيروحوا 2 منهم للسطح، وبيكون واحد منهم هو قائد كريس، و3 منهم بيروحوا للباب الرئيسي، والباقي بيتوزعوا جوه المكان وبيحموه. وبيوصل كريس والجندي التاني للسطح وبيقتلوا في الارهابيين. في نفس الوقت بيوصل الجنود المدنيين وبينزلوا قتل في باقي الارهابيين. وبيكون ويل برايد وصل لأوضة السفير قبل ما يهربوه، وبتحاول أوليفيا تفتح الخزنة الموجودة لكن بتفشل، وبتقع الخزنة على الأرض وبتفتح لوحدها، وبتاخد منها شنطة وبيخرجوا. وبيأمرهم القائد يخرجوا لبره، لكن بيكونوا مصممين ياخدوا الشنطة معاهم ومش بيعرفوا يخرجوا. في نفس الوقت بيجي عدد كبير جدا من الإرهابيين بعربيات فيها أسلحة RPG، وبيقتلوا بيها نص الجنود الموجودين في السفارة. وكمان محمد بياخد طلقة في دراعه. وبيشوفوا خالد الأسيري وبيقول له محمد إنه مش خايف منه ولا خايف من الموت لأنه هيدخل الجنة، أما هو فربنا متبرئ من أعماله اللي بيعملها باسم الدين ومن غير رحمة ولا إنسانية. وبيضربوا خالد الأسيري بالمسدس 10 طلقات. وبيمسك الأسيرك بتاعه وبيتكلم مع الجنود اللي جوه وبيسألهم عن عددهم وعن المستجدات اللي وصلوا لها، لكن بيمنعهم ويل برايد يردوا لأنه بيتكلم بالعربي. ومعاهم أوليفيا واللي المفروض إنهم عارفين إنها مش بتتكلم بلغتهم، فبيكون شاكك إن ده فخ معمول لهم. بعدها بيتجه الإرهابيين لسكن السفارة، وبيشوفهم القائد كريس وبيأمر هانسام يطلعهم لحد ما ويل برايد يخرج هو وزمايله منه، لكن بيرمي الإرهابيين صاروخ على السكن التابع للسفير. وفي نفس الوقت بيقتل القائد كريس الإرهابيين واحد ورا التاني. وبيشوفوا خالد الأسيري وبيرمي عليه صاروخ، ولما بيتواصل الجنود مع كريس مش بيرد، وبيفهموا انه مات. كمان بيعرفوا ان محمد اتقتل، وبينفعل بقيه الجنود على جمال الاسيري وبيقولوا انهم لازم يسلموه لانه السبب في كل اللي حصل ده. لكن بيتكلم واحد منهم وبيقول انه ما عادش في وقت للكلام ده، وبيكلم السفير ويل برايد وبيساله عن الامدادات. وبيتواصل ويل برايد مع قائد الطياره الهليكوبتر وبيقولوا الكابتن انهم في الطريق وباقي لهم بس 20 دقيقه ويوصلوا، وبيطلب منه ويل برايد يوصلوا في وقت اسرع من كده، وبيأكد عليه قائد الطياره انه يحمي السفير وباقي المدنيين لحد ما يوصلوا. وبنروح عند السفير وبيكون محبوس في اوضه مع مجموعه من المدنيين والجنود، وبيتكلم معاهم وبيقول لهم ازاي ده حصل ليهم، وانه كان بيحاول يكون ودود مع الناس هنا، وانهم كانوا بداوا يحبوه ويثقوا فيه. وبيكون السفير وباقي الطاقم خايفين يطلعوا من الاوضه عشان ما يشوفهمش حد من الارهابيين ويخلصوا عليهم. واثناء ما كان السفير بيتكلم معاهم بيشموا ريحه غاز متسرب من فتحات التهويه، وبيقول الجنود ان ده ممكن يكون بسبب انفجار الصاروخ اللي اتقتل بيه كريس، وبيفهموا ان الاوضه اللي هم مستخبيين فيها دي ما عادتش امان. وبنروح عند ويل برايد وبنشوف اوليفيا وهي بتحرق في الحاجات اللي في الشنطه اللي اخدوها، وبيسالها هي بتحرق ايه، لكن هي بتقول له ملهوش دعوه، وانه لو اتكلم تاني هتتم محاكمته من المحكمه العسكريه. فبيرد عليها ويل وبيقول لها ان محمد والنقيب كريس ماتوا وانه مش هيخاف من المحكمه ولا من الحكم. وبيرجع يسالها تاني عن الاجهزه اللي جربتها، وهي بتقول له ما يقلقش لانهم دلوقتي في امان، لكن هو بيبدا يقلق على امان حياه السفير. وهي بتقول له ان السفير ملوش ذنب في اللي بيحصل، وانه جه من امريكا عشان يهدي النار اللي بتحصل في افغانستان ويرجع هيبه امريكا في افغانستان، لكن ما توقعش ان الامور توصل لكده. بعدها بيروح هانسام لاوضه المراقبه وبيسالهم عن سبب وجود الغاز ده وجاي منين، وهم بيقولوا له انهم حاولوا يبطئوه لكن بيزيد. وبيرد عليهم جندي وبيفكرهم بالجنود اللي ماتت في مبنى غازي بسبب استنشاق الغاز السام. وبيرد هانسام عليه وبيقول له انه عنده يموت وهو بيحاربهم افضل ليه من الهروب او انه يموت من الغاز. وبنشوف ويل برايد وهو بيتكلم في اللاسلكي وبيطلب منهم يخرجوا من الباب الخلفي، لكن بيرد عليه هانسام وبيقول له صعب جدا يخرجوا لانهم ماليين المكان ومحاوطينه. وبيفكر ويل برايد وبيقول لهم يتحركوا بسرعه من باب الطوارئ، وبيركبوا عربيه الشحن الكبيره اللي موجوده هناك وفعلا بيتحركوا للمكان. وبيكلم ويل برايد قائد الامدادات وبيقول له ان ما عادش وقت لازم يوصلوا لهم حالا، وبيقول له القائد انهم على بعد 2 كيلو بس منهم، وبيقول له الكابتن انه هينزل بالطياره في مكان اسمه استاد المفرق. وبيبدا الكل يتحرك للمكان ده، وبيقابل ويل برايد وزمايله في طريقهم وارهابيين، لكن ويل برايد بيقتل فيهم كلهم، كمان بيفجر لهم عربيه من عربياتهم. وبيوصل خالد الأسيري وزمايله لأوضة المراقبة ومش بيلاقي فيها حد، وبيكون فتش المبنى كله لكن هما بيكونوا هربوا. وبنشوف السفير والباقي وهما بيجروا للمكان اللي فيه الطيارة، وبيكون فاضل لهم 30 ثانية ويوصلوا. وفي طريقهم للمكان بيقابلوا مجموعة من الإرهابيين وبيبدأوا في قتال بينهم، وبيموت واحد من الجنود وبيزعل الباقي عليه. وبيكتشف ويل برايد وبقية الفريق إنهم متحاصرين، وبسرعة بيدخلوا الكافيه ويستخبوا فيه، لكن واحد من الإرهابيين بيرمي قذيفة عليهم وبتيجي في عين جندي منهم وبيتعمى. وبيأمر ويل برايد جمال إنه يجيب الأنبوبة دي معاهم، وبياخدوها وبينزلوا للقابو بتاع الكافيه، وبيصد ويل برايد أي إرهابي في طريقه. وبيكون اتواصل مع قائد الطيارة وعارف مكانهم في الكافيه، وبيزيد عدد الإرهابيين. وبيطلب جمال من ويل برايد إنه يديله بندقية ويحارب معاهم، لكن بيكونوا قلقانين منه في الأول بس بيديله البندقية. وبيبدأ يقاتل معاهم، وبيتكلم مع خالد وبيقول لهم إنه مش هيستسلم وهو هيقتلهم كلهم، وخصوصا اللي بيقول على نفسه إنه أخويا. وبيرد عليه برايد وبيقول له بالنسبة لقتلك للأطفال الأبرياء ما يعتبرش جريمة ضد دينك. وبيفتكر ويل برايد الأنبوبة اللي قال لجمال ينزلها معاهم، وبيضرب عليه بالمسدس وبتنفجر في خالد وبقية رجالته بيموتوا كلهم.
وبيوصل فريق الإمدادات وبيشكر قائدهم ويل برايد لأنه حافظ على حياة السفير وبقية الجنود. وبكده بيكون خلص فيلمنا النهاردة. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وتشتركوا في قناة فيلم في السهرة. مع السلامة.